السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير. رسالة لإخواننا وأخواتنا المغاربة، للجمعيات والمنظمات اللي كتقدم الدعم وكتعاون مع الناس المتضررين من كارثة الزلزال. أولا شكر الله للجميع. ثانيا الناس اللي كيقولوا في مواقع التواصل الاجتماعي بأن المناطق المتضررة سواء في إقليم الحوز ولا في إقليم تارودانت الناس ديالها راه كينصبوا على القوافل، والناس ديالها راه شبعانين، والناس ديالها راه كيلوحوا المواد الغذائية. هادشي كله الله يجزيكم بخير راه غير إشاعات، هادشي راه ما كاينش. الناس المتضررين راه في أمس الحاجة لأي دعم يقدم إليهم. الناس المتضررين في هذه المناطق المنكوبة راه تابعهم واحد 3 شهور ولا 6 شهور ديال البرد والشتاء والمبيت في العراء. الناس المتضررين راه من حقهم انهم يديروا دي ستوك، يخزنوا المواد الغذائيه التي لا تفسد. الناس المتضررين راه من حقهم انهم حتى هما يحسوا بالامن وبالامان خلال هذه المده اللي جايه. فالله يجزيكم بخير. ما تشاهدونه وما تسمعونه من إشاعات على وسائل التواصل الاجتماعي من أن الناس ديال المنطقة راه كينصبوا على القوافل، ومن أن الناس راه كيسرفوا، ومن أن الناس راه جبعانين وكيبيعوا المواد. هادشي كله إشاعات غير صحيح، لا يعني لا وجود له في الواقع. واللي بغى يعرف الحقيقة ديال الوضع ديال الناس يجي يبات معاهم واحد النهار ولا يومين يشوف الحالة ديالهم كيفاش دايرة. الناس اللي يرددوا هذه الاشاعات في مواقع التواصل الاجتماعي هما من تجار الازمات، تيقلبوا على اللايكات على ظهور المنكوبين وظهور الارامل واليتامى والدراوش. حشوم عليهم عيب، وهادشي ما خصناش نقبلوه حنا المغاربه. الله يجزيكم بخير. خاصه الرساله موجهه الى الجمعيات والمنظمات، بغيناكم ترافقوا هذه المناطق هذه المده كلها حتى اعاده الاعمار، حتى يرجعوا الناس يدخلوا لديورهم، حتى يرجعوا الرجال للعمل في المدن. الناس راه خلاو العمل ديالهم والخدمه ديالهم وجاو باش يقابلوا الاسر ديالهم ويكونوا بجنب الاسر ديالهم. راه ما عندهمش مصادر دخل، راه خصهم يديروا ستوك، خصهم يخزنوا المواد الغذائيه. راه من حقهم حتى هما يحسوا بالدفء. الا عنده 2 كواش ولا 3 الكواش، راه مزيان يكونوا عنده 10 ديال الكواش، لانه كيبات في العراء. من حقه يكون عنده خيمه ولا 2. راه ملي تكون الشتاء راه الا فسدت ليه واحد الخيمه خصو خيمه اخرى. فاذا القوافل اللي كتجي للمنطقه وتيمشيو لشي دوار وتيقولوا راه شدوا راه استافدوا، راه الناس راه يعني راه ما تبخلوش على الناس. الله يجزيكم بخير. لان فعلا جميع المناطق راه خداو شويه، ولكن جبتوا هذاك الخير اللي جبتوا الله يتقبل مزيان توصلوه للناس. الرساله الثانيه هو ان المناطق المتضرره كاين مناطق الدواور اللي في اعلى الجبال، فيها الدواور فعلا فيهم ديور رابو، ولكن كاين دواور اخرى وقرى اخرى في اسفل الجبل اللي فيها تشققات وتصدعات، وهي آيلة للسقوط، ليست صالحة للسكن. فالخوافل اللي كيجيو وكيمشيو كنوجهوهم لشي منطقة وتيمشيو وتيلقاو الديور واقفين، تيقول لك فينا هو الخراب، فينا هو الديور اللي رايبين، حنا ما نعطيوش الا لقينا هادشي راه غير منطقي. ثم انه ما ينشر على ان الناس يعني كيستوكيو بزاف والاسراف وكذا. راه خصكم تعرفوا ايها الاخوان والاخوات المغاربه بان المناطق الجبليه راه ما فيهاش طرقات، المسالك كلها يعني تدمرت. وبالتالي الا شفتوا شي صوره ديال واحد يعني الكميه كبيره ديال السلعه بجنب الطريق، عرفوا بان هذيك الكميه راه ديال 14 ولا 20 دوار في اعالي الجبال، راه حاطينها تما باش كينزلوا من 4 كيلومتر 10 كيلومتر باش يهزوها 5 كيلو 10 كيلو ويطلعوا بها مع الجبال. هادشي راه خصكم تجيو للميدان تعيشوا هادشي الاخوان والاخوات المغاربه. الناس اللي كيصوروا هادشي بجنب الطريق وتيقول لكم راه كاين الاسراف، راه حشومه عليهم. راه كاينه 300 الف نسمه متضرره في الاقليم ديال تارودانت. الدواوير اللي كتلقاو بجنب الطريق راه هذاك نظر قليل، هناك دواوير كثيره في اعالي الجبال ما كايناش على جنب الطريق، ما كتشوفوهاش. الله يجزيكم بخير. تضامنوا مع خوتكم، واللي دار شي حاجه يديرها في سبيل الله ويديرها في الجانب الانساني التضامني اللي كاين عند المغاربه.
الله يرحم الوالدين. بالنسبه للجمعيات والمنظمات هاد بقاو كتجمعوا في المدن وبقاو كتستوكيو، ديروا المخازن والستوك ديالكم في المدن اللي راكم فيها، في الدار البيضاء والرباط وفاس واكادير وطنجه. ديروا دي ستوك، خدموا على هذا المشروع هذا لمده طويله، مده ديال 6 شهور، مده ديال 3 شهور، وقسموا الحملات ديالكم. ما يجيش كلشي مكبوه هاد الايام. الحمد لله الان كان ما يكفي لمده يعني شهر، ولكن بغينا القوافل تجي في شهر نوفمبر وفي دجنبر وفي يناير وفي فبراير، هذاك الوقت اللي الناس بغاو ما ياكلوا، وبغاو اللباس الدافي. قسموا الله يجازيكم بخير. ضامنوا مع خوتكم في المناطق المنكوبه، هذه راه كارثه. ضامنوا مع موازاة مع مجهودات اللي كتقوم بها الدوله في هذا الصدد هذا. بغينا المجتمع المدني يبقى يقظ، يبقى متحمس. مزيان هذا الشيء اللي نتج على هذه الكارثه من اخوه والمحبه والتضامن والتكافل والتآزر، بغينا يبقى في الشعب المغربي. وبارك علينا من الاشاعات، وبارك علينا من تجار الازمات اللي كيجمعوا ويقلبوا على لي لايك في الفيسبوك وفي الانستغرام وفي تويتر. حشومه عيب. حفظكم الله اخواني اخواتي المغاربه، وحياكم الله جميعا، والله يجزيكم بخير. بالنسبه للناس اللي غادي يجيو ينسقوا مع الجمعيات ولا مع السلطات، ما يجيوش ويبقاو كيقلبوا غير هكاك. ما تنطلقوا بالقوافل ديالكم حتى يكون عندكم ان بوان داكسي، واحد المنطقه اللي قاصدينها، ويكون عندكم واحد المحاور، ومزيان يكون جمعيه، ومزيان يكون جماعه، ومزيان يكون سلطه محليه. على اي حال اللي بغينا حنايا هو انه انتم ما تكرفسوش والناس يستافدوا. جزاكم الله بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.